القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. تلفزيون الدنيا رافق العملية العسكرية في إدلب والتي طهرت جسر الشغور وما حولها من التنظيمات الإرهابية، واستطلع آراء المواطنين وعناصر الجيش منذ لحظة انطلاق المهمة. يا أرضي جودي بالغوالي والرجال، صرخة وجودي طلقة في وجه المحال، لكن في عودي يا مكلالة بالآمال، ما عمري هاري حنتي زحزح بالجبال، حملتي ظهرك. طريق الفلاح وفي كل شبر من الوطن الأم للعز الساح. الهدف هو تمشيط منطقة جسر الشغور من المجموعات الإرهابية التي روعت المواطنين، ولأن دخول الجيش العربي السوري كان وسط حقل من الألغام الفعلية والإعلامية المضللة، فما كان من حماة الوطن إلا أن اصطحبوا وسائل إعلام خلال العملية، فكانت كاميرا الدنيا خطوة إلى جانب الجيش الأبي. ونحن بنوعد كل أم إنه حدا أذى ابنه أو ضرر أحد أو الآباء وكل ولد زرف نقطة دمعة على أبوه وأمه إنه ناخذ بالدار ونسأل. تعرضنا لتبييض مسلح في منطقة غرم الجب، وكنا رايحين لإنقاذ زملائنا في مبنى الجسر. نحن على الطريق تعرضنا لإطلاق نار على يسار الطريق من مجموعة مسلحة. نعم يا حماة البلاد. ملاحقة فلول التنظيمات المسلحة في الأحراش والجبال المحيطة بجسر الشغور هي المهمة الحالية لوحدات الجيش بعد أن أعادت الأمن إلى المدينة. انتوا اجيتوا فرضتوا لنا الامن والامان والاستقرار، بطالب بحريه، بطالب بوقف قدام كل العالم، بس ما بيجيش حامل باروديات تطلع معي بيجي عليه. خفنا ان طلعنا احنا كمان من البيت، يعني خفنا على حالنا، يعني ما انه الجيش لسه ما اجى، وقت اجى الجيش الحمد لله رجعنا على بيتنا. والله بقول الجيش العربي السوري هن حماة الديار يعني. مشاهد حقيقية تنقل للعالم، إلا أن بعض القنوات المسيسة للنيل من سوريا لم يقنعها دخول أكثر من 20 وسيلة إعلام إلى قلب الحدث، بل ظل إصرارها المتعامي عن الحقيقة يدفعها إلى مواصلة التضليل واعتبار ما شاهدناه بأم أعيننا وبوجود العديد من المراسلين والقنوات الفضائية رواية رسمية. ولهذا نقول لمن يدعي أنه داخل قلب الحدث أنه هذه المرة كغيرها من المرات السابقة لا يزال يريد الابتعاد عن قلب الحدث، لأن نور الحقيقة كشف أفلامه المفبركة، والمقابر الجماعية في المنطقة أكدت أن هناك من يحاول إلحاق الأذى بالشعب السوري وبتلاحمه الوطني. ومع ضبط وحدات الجيش أسلحة متطورة وجوازات سفر وشرائح هواتف نقالة وبزات عسكرية وسيارات مفخخة كانت بحوزة التنظيمات الإرهابية المسلحة في جسر الشغور، وإفادات جرحى الجيش والأمن في جسر الشغور بأن المسلحين استخدموا الأطفال دروعا بشرية واستهدفوا الجيش بمختلف أنواع الأسلحة. دافع عن أهله وأرضه وتفديهم برواحة. نحن شو ما قدمنا لهالوطن رخيص، نحن شو ما قدمنا لهالوطن العظيم سوريا الله حامية من يومها،
أنا كأم جاي افتخر بالجيش واشكرهم على وقوفهم الصامت ضد المؤامرة ضد سوريا. جايين نحن نستسمحكم لأنه تعبناكم، نحن الشعب السوري تعبناكم، أخذناكم من أولادكم من أهاليكم من بيوتكم. شكرا من 23 مليون مواطن سوري. رجال آمنوا قرأوا إذا جاء، رجال عاهدوا صدقوا وقد شاءوا كما شاء.